مساء الخير، تحية طيبة لكل مشاهدين المتابعين الورود الحلوين الكرام. جمعة مبارك عليكم. ومثل ما تعرفون عندنا التغذية مالتنا لهذا الأسبوع راح تصادف ويا شهر رمضان الكريم المبارك. إن شاء الله الله يتقبل الطاعات منا ومنكم. أريدكم تنتبهون زين، لأنه عندنا البداية دائما تكون صعبة، وخصوصا بالصيام. إن شاء الله ماكو شيء صعب، لكن هي كبدايات ممكن واحد يخربط يزاغل، ما يعرف شلون يتصرف، وهو ايضا بنفس الوقت يريد ينزل من وزنه. فعليه اريدكم تركزون بالاوبشنات اللي راح اطرحها، يعني راح اطرحها هذا الاسبوع. عندنا اول ما نيجي على مسألة الافطار، اكو توصيات، يعني مو رأسا تجي قبل خط الازم مثل ما كذا، لا، اريد ترتيب وتنظيم على كيف. عندنا مسألة الافطار، اريدكم اول ما تبلشون بهذا الاسبوع، الافطار مالتنا راح يصير هو عبارة عن سوب الدجاج المسلوق. سوب الدجاج تقدر تتناول وياه نص صمونة، وتقدر ايضا كذلك تحط نص صدر دجاج. لكن من تجي تريد يعني تبلش الافطار على كيفك، شوية شوي بلش بالسوب، يعني لا رأسا تدخل على الدجاج وتدخل على الصمون. اعرف انت ممكن تكون جوعان شي، بس انتوا ابطال، وانتوا معروف عنكم انه انتوا متحملين الشدائد قوية، مو هاي اول مرة عليكم. فاللي اريده من عندكم تبلشون بالسوب بهدوء، وشوية شوية بالخاشوقة على كيف تشربوها يعني السوب، تشربون السوب بهدوء وعلى كيف. ممكن وياه طبعا شنينة مال لبن تشربه بريقك ترتاح. اذا ما يعجبك مثلا شنينة مال لبن، تريد مثلا الناس اذا تتعرض، ولو هسه الدنيا باردة طيبة، يعني واحد كلش عطشان يريد فرد شي فريش، شنو المسموح؟ تقدر تشرب عصير النومي بصرة، تقدر تشرب عصير الشاي كوجرات، هم المبرد البارد، الليمون كذلك مسموح. هذني كلها شراب الطبيعية تقدر انت تدخلها ويا الافطار. فعندنا كاسة الشوربة نص صمونة، وياها قلنا شنينة مال لبن او جوز عصير طبيعي مثل اللي ذكرته، وطبعا الصدر الدجاج. تقدر ايضا لا تنسى الزلاطة. هاي كل ما عندنا بالافطار. قسم راح يريدون يضيفون التمر، انتم متعودين على التمر. شباب بنات، مسألة التمر مسألة انتم تحددوها، انا ما راح ادخلها لنظام، لان انا ضد التمر بالانظمة مالت التنحيف. اي نعم هو مفيد، اي نعم انتم تريدوه، اي نعم هو مطلوب صحيا رهيب، لكن مسألة نزول الوزن التمر يصبح مشكلة، لان سعراته جدا جدا عالية، والسكريات خير من الله، فراح يوقف شوية مسألة عملية نزول الوزن. ممكن إذا تدخله راح تبقى محافظ على وزنك، ما أقول لك يصعد، بس راح تبقى بنفس المحطة. هاي بالنسبة لموضوع التمر. أما بالنسبة منتصف المسافة الزمنية ما بين الإفطار والسحور، اللي هي مثلا ساعة بالعشرة بالدعش بكيفك، هنا أنا مرات قسم يصير عندهم جوعة، هاي أريد تتناولون بها أي نوع من أنواع الفاكهة مسموحة لكم. وهذا شيء يعني راح بقي الكل ايام رمضان، اللي هي هاي اللي بالنص، مو الافطار ولا السحور، اللي بالنص. دائما نركز على موضوع الفاكهة، مسموح لكم تتناولون اي نوع من انواع الفاكهة، بس مو بكميات قوية، كميات بسيطة، واستثنوا من عندها التمر والموز والعنب. يعني شنو مسموح؟ رمان، تقدر خوخ، تقدر عرموط، تقدر برتقال، الى اخره. هاي خلصنا. نطلع وراها وين؟ على السحور. السحور مال هذا الاسبوع راح يصير عبارة عن بيضة سلق او بيضتين سلق. اذا انت وزنك جو 100 تاخذ بيضة واحدة، اذا فوق 100 تاخذ بيضتين سلق. اكو شي بعد وياها؟ اي نعم، تجيب شوية فد كاسة صغيرة من البوتيتا المسلوقة، تحط عليها شوية زعتر ويا البيض، راح تحصل شوية كربوهيدرات وبروتين واستكان شاي، تنتهي الامور وتصير انت كوبا مرتاح وحلوة الامور وياك. هاي التغذية مالتنا، ان شاء الله تكون واضحة الامور عندكم. وبالبداية اول يوم يومين ممكن شوية ما تلتزمون، لكن املي بيكم كبير، واعرفكم ابطال وتقدرون، مو ما تقدرون.
يعني بالبداية ممكن تتدربك، لكن وراها لا، ما مسموح. التزموا، ابتعدوا عن الحلويات. حلويات هاي اللي تاخذوها ورا الفطور وتعوض الحلوى هاي ممنوعة. انت بخانة محطة، انت جندي عندك مهمة، انت محارب عندك مهمة، ابتعد. هاي الامور ما راح تفيدك ولا راح تخدمك، ما راح يعني تقدم لك فائدة غير انه بس تتلذذ بالطعام، بس تتلذذ، بس تذوق. ما ينفع، ما ينفع تدخلها، غلط. التزم واثبت جدارة، اثبت موقف. انتو هواية بيكم ابطال وسباع وقدروا يقاومون التغذية بشدتها سابقا حتى قبل رمضان. هاي الايام اللي راحت قبلها شلون شدتوا لعب؟ فلا تخلون حجة الصوم انه توقفكم او شيء. تناولوا عصاير طبيعية اذا تريدون، قلت لكم عليها، تقدرون تحلوها بتحلية صناعية مثل السكرين والاسبارتم، موجودة بالصيدليات، او الستيفيا باي نوع يعجبكم بس مو شكر. وارجع اكرر، تقدرون تاخذون شربة النومي بصرة، الشاي كجرات مسموح لكم، الليمون كذلك. تحياتي لكم، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي، بس وعدي بيكم انه تلتزمون. الى اللقاء، تشاو.